تعتقد حكومة إسرائيل أنها تضع العرب أمام وقائع جاهزة في كل مرة، ثم تتبعها بوقائع جديدة فينسون الجاهزة ويفاوضون على الجديد. الحقيقة الثالثة التي بينا هذا الاعتداء الغادر على سيادتنا هو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية الذي يتباهى بأنه غير وجه الشرق الأوسط في العامين الأخيرين يقصد فعلا أن تدخل إسرائيل في أي مكان شاءت ومتى شاءت. إنه يحلم أن تصبح المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية، وهذا وهم خطير. تريد حكومة المستوطنين المتطرفين أن يصبح إرسال سلاح الطيران الإسرائيلي القصف في بلدان المنطقة أمرا معتادا. في لبنان يواجه قبول الحكومة اللبنانية بورقة أمريكية بالقصف والاغتيالات، وتسعى إسرائيل إلى الزج به في حرب أهلية لوقف اعتداءاتها عليه. وبالنسبة لسوريا يعلن رئيس تلك الحكومة بوضوح أن لا تفاوض على الجولان المحتل، ويتكلم ويتصرف وكأن المناطق الواقعة جنوب دمشق هي عمليا مناطق نفوذ لإسرائيل التي تعمل على تقسيم سوريا. نحن على ثقة أن هذه المخططات لن تمر. الحضور الكرام، تدعي إسرائيل أنها ديمقراطية محاطة بالأعداء، وهي في الحقيقة تبني نظام احتلال وفصل عنصري معادل لمحيطه، وتشن حرب إبادة ارتكب خلالها من الجرائم ما لا يعرف الخطوط الحمراء. ويعلن رئيس حكومتها منذ أيام أنه منع قيام دولة فلسطينية، وأن دولة كهذه لن تقوم مستقبلا. إنه يناصب السلطة الفلسطينية العداء، وهو يعارض الاتفاقيات التي نشأت هذه السلطة بموجبها. هل السلطة الفلسطينية في معادية لإسرائيل؟ دولتان مجاورتان وقعتا اتفاقيات سلام مع إسرائيل والتزمتا بها، ودولتان أخريان ملتزمتان بمبادرة السلام العربية وتبحثان عن تسوية تسترجع فيها أراضيها المحتلة. ولو قبلت إسرائيل بمبادرة السلام العربية لوفرت على المنطقة وعلى نفسها ما لا يحصى من المآسي، ولكنها لا ترفض السلام مع محيطها فحسب، بل تريد أن تفرض عليه إرادتها. وكل من يعترض على ذلك هو في دعايتها الكاذبة التي لم يعد أحد يصدقها، إما إرهابي أو معاد للسامية. في حين تمارس حكومة المتطرفين في إسرائيل سياسات إرهابية عنصرية في الوقت ذاته. تستحق كل واحدة من هذه الحقائق الثلاث أن لا نكتفي بعقد قمة طارئة، بل أن نتخذ خطوات ملموسة لمواجهة حالة جنون القوة والغطرسة وهوس التعطش للدماء التي أصيبت بها حكومة إسرائيل وما نجم وينجم عنها. أولا، الإصرار على مواصلة حرب الإبادة والتهجير وتوسيع الاستيطان في فلسطين. وثانيا، التدخل السافر في سيادة الدول العربية. وثالثا وأخيرا، العدوان الغادر على بلدي الآمن صانع السلام والذي كرس دبلوماسيته لحل الصراعات بالطرق السلمية، ويلقى على ذلك التقدير والاحترام في كل مكان. من ناحيتنا نحن عازمون على فعل كل ما يلزم ويتيح لنا القانون الدولي للحفاظ على سيادتنا ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي. أكرر الترحيب بكم وأشكركم مرة أخرى، وأتمنى لهذه القمة التوفيق في اتخاذ خطوات عملية حازمة ترضي ضمائرنا وشعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamid noqo oo ku soo biir saaxiibada SBN Somali TV. noqo mid kamid ah taageerayaasheena ku xiran YouTube, Facebook iyo waliba TikTok-yana oo kala soco wararkii ugu dambeeyay, waraysiyo gaara, barnaamijyo isugu jira diini iyo wacyigelin. Subscribe, like and share. Mahadsanid.